حورك دي روح رياضيه. حورك. طيب اديني فرصه اتكلم. دي روح رياضيه. لا مش روح رياضيه. السلام عليكم ورحمة الله. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يأمر بإيقاف لاعب الزمالك مدى الحياة بعد إهانته للمغرب، ويتخذ هذا القرار الحاسم وينتصر للمغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محب للمنتخب المغربي فاضغط إعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد التجاوزات التي فعلها اللاعب المصري ولاعب نادي الزمالك المصري لاعتدائه على المشجعة المغربية، وأيضا إهانته للسيد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية بعدم مصافحته في النهائي، فقد صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأدلى بتصريحات نقلتها إذاعة الشباب والرياضة المصرية، وقال: أنا لن أسكت ضد هذا اللاعب الذي تجاوز وتطاول على المغرب الشقيق وأهان المرأة المغربية بإلقائه قارورة مياه في وجهها، وهذا لا يجوز أخلاقيا. فأنا رئيس نادي الزمالك، فسوف يعاقب هذا اللاعب عقاب عسير، كما أنني أعتذر نيابة عن الشعب المصري المحب للشعب المغربي وعن نادي الزمالك لرئيس الجامعة المغربية السيد فوزي لقجع، والذي أكن له كل الاحترام والتقدير، الذي لم يصافحه اللاعب حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك. فأنا اتخذت قرارا حاسما باستبعاده نهائيا من اللعب لنادي الزمالك بسبب هذا التصرف المشين. وأيضا اللاعب عبد الرحمن أجويرو الذي كنا ننوي التعاقد معه من نادي غزل المحلة، فأنا عندما شاهدت لقطة اعتدائه على الطفل الذي يجمع الكرات خلف مرمى المنتخب المغربي، فأنا قررت عدم التعاقد معه نهائيا، لأن نادي الزمالك لا يسمح بإهانة المغرب أبدا. وكيف للاعبي المنتخب المصري يشاورون بالرشوة للرئيس المبجل للجامعة المغربية فوزي لقجع؟ فهذا غير مسموح له إطلاقا. فالنادي الأهلي هو من نشر هذه الشائعة المغرضة، فالزمالك ليس الأهلي، وسوف نعاقب كل من تجاوز في حق المغرب. فأنا مرتضى منصور لا أخشى أحدا أبدا. فأنا أقلت من قبل مدحت عبد الهادي وأمير عزمي عندما كانوا يدربون نادي الزمالك، عندما قاموا بضرب طفل يجمع الكرات في مباراة الوداد والزمالك، فأنا أقلتهم على الفور بسبب هذا الفعل المشين. ودعوت هذا الطفل الذي تم الاعتداء عليه هو وأسرته لزيارة مصر وزيارة نادي الزمالك، واعتذرت لهم شخصيا. وسوف أدعو هذا الطفل الذي اعتدى عليه أجويرو لكي أعتذر له هو وأسرته نيابة عن الشعب المصري. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك فيما فعله رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بحق من تجاوز في حق المغرب؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.